لو اديت لطفلي كل يوم الصبح الكميه دي بتضمن ان طفلك يبقى اطول ويحصل اعلى متوسط جيني ممكن يحصل عليه في حكايه الطول. ثبت ده بالتجربه، واتعملت تجربه كبيره في الاكوادور على كتير من الاطفال، وثبت فعلا بيضه كل يوم خلت الاطفال اطول في القامه من اقرانهم اللي هم في نفس الظروف البيئيه وفي نفس العمر. كمان فطار الطفل لما يكون بيحتوي على بروتين طلع افضل بكتير جدا من انه ياخد النشويات اللي بتخليه طول اليوم مهايبر جدا ومصدع ومقريف ومزاجه مش حلو. لما بديله بيضه ده بيدي كالوريز نفس الكالوريز اللي بتديها النشويات، وطبعا بيستمر اكتر في الجسم وبيديله طاقه احسن طول اليوم وبيظبط مزاجه طول اليوم. البيض كمان بيحسن النشاط البصري للطفل، من ضمن المميزات ان هو فيه مواد بتحسن النمو البصري والجهاز العصبي الابصار في الاطفال. اهم حاجه ان البيض يكون مقدم للطفل مستوي جدا عشان تقضي على خطوره نقل السالمونيلا. الطفل ممكن ياخد البيض من عمر 6 شهور. قبل ما تديله البيض ده لازم يكون مدرب على التغذيه، او تشوفي طريقه تسهلي بيها اعطاء البيض للطفل.